اليوم أستطيع أن أقول أننا تحررنا، وأستطيع أن أقول أن 80% من الشعب التونسي صوت ضد هذه المنظومة واختار آخرين، رجال آخرين، يعني رجال آخرين أنا عندي ثقة في أنهم سيفتحون طريقا أخرى نحو المستقبل. 80% ضد المنظومة وضد الفساد، واللي هم فقراء وطلبة وفلاحين تونس، ذهبوا إلى سيد قيس سعيد وحتى إلى نبيل القروي وإلى صافي سعيد وغيرهم. وهذه القراءة المبسطة لازم يعيها الشعب التونسي، لأنه انتهى عهد الأوليغارشيات والعصابات، انتهى. والمهم الشعب التونسي يهني نفسه ويقول إننا أسقطنا هذه المنظومات الفاسدة التي تدعي محاربة الفساد، محاربة الإرهاب، وتدعي أنه محاربة الفقر، وتدعي ما تدعي. ليس ذلك صحيح، ولا أنه ما كان ليسقطها الشعب بضربة قاضية، لأنه لم يعد لها وجود، عليها أن تغير من مناهجها ووجوهها وقياداتها وأساليبها وأحزابها وأفكارها. منظومة فارغة جوفاء بدون أفكار.